المغرب والجزائر وتونس حاضره بمنتخبات ثانيه، اسمح لي، والاردن والامارات وقطر، فهي بالتشكيله الرسميه الاولى. اما تشكيله المغرب وتشكيله تونس والجزائر ومصر اللي غيشاركوا في كاس افريقيا الامم ما جاوش بالرسمي. لا اسمع الله يخليك، لو انهم جاوا بالعناصر الكامله اعتقد سيكون طعم اخر للبطوله. نحن بنقول هذا الكلام من امس، بنقوله من هنا قلناه، لا تعيد لي الكلام نفسه. وانت كل ساعه انا قلت احنا مش كاملين، ما قلت عن السؤال. عارف السؤال البطوله لا هذاك اقوى. لو ان كانت لو ان الفيفا كل فريق بيشارك كابتن بتقولوا مش كاملين ومش كاملين. يعني هاي الكابتن هاي ما خلص احنا احنا في البطوله كابتن. استاذ ادبا انتم اصلا المفروض احنا ادبيا ورياضيا ما نقول احنا مش كاملين. صحيح، عيب اصلا والله في الرياضه عيب اصلا تتكلم الكلام. مش كم ما عنديش المحترفين. صحيح بس كابتن انت اليوم تلاعب بالمنتخب، انت المنتخب الاول، هذا المنتخب الاول. موضوع لو احنا مش كاملين جاي المنتخب الثاني. يا كابتن انتم بتدربوا الشمس في الغربال. كابتن بقول لك شيء، ترى كل فريق، اسمح لي انا اتكلم على منتخبي كابتن، كل فريق في البطوله ترى عنده نقص. مالي شكون اللي قال؟ كل فريق ترى مش فما فرق بين زوج لاعبين وبين 8 و9 لاعبين. 8 لاعبين اسمح لي. منتخبات جايه حتى جايبه لعيبه جدد يشاركون فيهم. شكون هذا المنتخبات؟ هو منتخب كذي ترى. لا اسمح لي، كيف شكون منتخبات؟ منتخب السعودي جايب ناس جدد، قطر مدخل لعيبه جدد، الامارات مدخل لعيبه جدد، السعوديه جايبه العراق مدخل 9، سوريا السعوديه لاعبين جدد. ايوه في لعيبه جدد مدخلين. مش العراق 9، العراق 9 لعيبه جدد، الامارات مدخل 5 4. الان بس انا اقول لك الفوتبول لما تلعب انت، لما تلعب لما تلعب على مستوى البطوله العربيه، المنتخب الاول يا اخي عيب تتكلم، يا اخي تقول احنا الثاني، يا اخي كيفاش الثاني؟ يعني عيب تتكلم في الفوتبول. لا تقول احنا لا تقول هذا الصف الثاني، انت تذبح جمهورك اصلا. انا كجمهور اذا اسمع منك والله انا جايب الصف الثاني، الجمهور المغربي والجمهور يا اخي ما راح اتابع. يعرف الجمهور الواقع، والجمهور عارف هذا المسألة. عارف الجمهور. لا كلمة عيب احنا عندنا في المغرب عيب شنو درنا شي حاجة؟ ايوه تعرف ليش؟ عيب للعيبتك، انت قاعد تقلل من لعيبتك. لا مش قلل من لعيبتك، تقلل منهم لما تقول الصف الثاني. انا معناته ترى يا جماعه ترى احنا مش عارف لو انك كابتن هو الله يخليك كابتن مش بالكلام. لو انك اسمع الكلام، لا رحت الموقع الرسمي. بقول لك كابتن اسمع كابتن خليناك تتكلم. لا وما خليتنيش انت ما تتكلم. انا اليوم ساكت. يا اخي انت صار لك 4 ايام وانت قاعد وانت تقول لي عيب وانا ما جاوبتش. انا اقول لك عيب ادبيا يعني. لا مش عيب ادبيا، لان الاتحاد المغربي لكرة القدم، الاتحاد لو انك زريت على الاتحاد المغربي في الموقع الرسمي تلقى المنتخب الوطني المغربي الرديف. ما معنى الرديف؟ يعني المنتخب الثاني مش المنتخب الاول. احنا في الموقع الرسمي لو اطلعت المفروض ما تنكتب هاي الرديف. بس ما المفروض ما تكتب. لا ما تكتب، هذا واقع، هذا واقع يا اخي. لا هذا انت تغلل من اللعيبه. انتم عايزين المغرب يعني فزنا على المغرب لانه مغرب مغرب قوي. مغرب هو قاطره الكره العربيه والافريقيه. والله ما اعرف، انا ما اعرف اصلا من وين. انا على بالي تونسي والله. لا واسمع، والله انا افكرك منتخبات مشاركه في افريقيا. انا على بالي انت من تونس. هو عندك بركات. هل المنتخب المصري الذي يلعب هنا في البطوله العربيه هو المنتخب اللي يشارك في الكاس شاركوا 3/4 شاركوا. كل الناس عارفه ان المنتخب الثاني مع هو يقول لك لا عيب، قال لك هو عيب. هل المنتخب التونسي هو اللي يشارك؟ لا مو هو. لا عيب. هل المنتخب الجزائري هو الجزائري؟ خاطر جو اللاعبين في اوروبا. هذا ما فهم، انت ما فهمت المسج. حتى كابتن ما فهمت المسج. يا كابتن انت ما فاهم انا شو اقصد. علي بالشيخ، هل المنتخب الجزائري الذي يشارك هو المنتخب اللي غيشارك كاس افريقيا؟ لا ولا فيهم لاعب اصلا. 4 منتخبات افريقيه، من الصعب انك تجيب انت ما فهمت علي انا ما شو اقصد. انا قاعد الحين افهم فيك. عيب كلمه احنا اقول لك